الفل على كل الزملاء الجمال، كل سنه وحضراتكم طيبين. دخلنا خلاص العشر الاواخر من رمضان. عشان بس الناس ما تتوهش طبعا مني بالنسبه للفيديوهات اللي انا بعملها للزميل الفريش، هي احنا بدانا اولا باصعب 3 شهور او فيديو عن اصعب 3 شهور الاولانيين. بعد كده اتكلمنا عن التريننج، اتكلمنا بعد كده هو عن الدبل فيزيت، البروسبكشن، الليسته والاس ال تي يتعمل ازاي، والبلان تتعمل ازاي، وال3 ار او مبدا ال3 ار اللي هو المهم. هنتكلم النهارده بقى عن الفيدباك. انت النهارده لما بتخش الصيدليه تاخد الفيدباك ازاي؟ قبل ما تخش الصيدليه وتقول انا عايز الفيدباك، لازم تعرف الاول هو انت عايز ايه او ايه الهدف. هل الهدف هو الفيدباك بس فقط لا غير؟ انت لا، انت في كذا حاجه. اولا انت عايز تاخد فيدباك عن البرودكت بتاعك وعن الكومبيتيتور. نمرة 2، انت عايز الصيدلي دون او الزميل الصيدلي ان هو يبتدي ان هو يطلب البرودكت بتاعك. نمرة 3، محتاج تعرف برضو الكومبيتيتور عشان الدماغ بتاعت الدكتور تعرف انها ماشيه زي الدكتور اللي انت هتزوره دون. لان في مرحله من المراحل المفروض هنتكلم بعد كده عن الكول، ان المرحله او الكول دي عباره عن نيجوشيشن، مفاوضات. مش هينفع تتفاوض مع حد انت ما تعرفش هو مين ولا دماغه ماشيه ازاي ولا هو عايز ايه. لكن لازم تبقى عندك هنت عنده. لكن ممكن تخش بعد كده تبقى بروفيشنال، بس هتفاجئ جوه بحاجات، فهتلاقي الدنيا الكول بتتصعب عليك جوه، هتلاقي اسئله غير متوقعه. فلازم بفهم الاول دماغ الدكتور فيها ايه، ده عن طريق الفيدباك. طيب، طالما كده يبقى انا لما اخش يبقى انا لازم اعمل ريليشن مع الدكتور الصيدلي اللي واقف. الزميل اللي واقف ده اللي هو يعني واقف على رجله، عمال يقابله روشتات بخط هيروغليفي، بيفك الخطوط الهيروغليفيه، خبير خطوط هو. بالاضافه طبعا الناس اللي هي بتخش توصل تقول له بص انا عايز الدواء اللي هو عليه وش الراجل عامل كده، او مش عارف ايه، او الحبايه اللي معدي فيها خط، او فالراجل يعني واقف عايش في الغاز. تمام كده. فانت لما تخش له برضه يبقى انت برضه يبقى المفروض تبقى خفيف عليه. مش انت مش المفتش كرومبو، انت المفروض تسال اسئله بسيطه وتسهل على الدكتور الزميل الصيدلي اللي واقف الاجابات. طيب، انا بسمع الزملاء لما بيخشوا عند الصيدلي مثلا، فالدكتور الصيدلي يقول له ايه؟ فيدباك. جاي ياخد فيدباك. اول ما بسمع الكلمه دي كده، الصيدلي لما بيوصل للزميل والتاني يقول له اخد فيدباك، فيقول له حاضر. عارف انت قلبتها ستريكتلي بيزنس يعني صرف. تمام كده. وبعدين انا بحس ان مثلا الصيدلي المفروض يقول لي طب معاك شنطه تاخد فيها الف لك الفيدباك بحاجه يعني. يا باشا خش الاول عرف نفسك، انا فلان الفلاني شغال على كذا. لو انت لسه جديد في المنطقه قول له انا لسه جديد في المنطقه وشغال على البرودكت الفلاني. لو البرودكت ده جديد، ادي هنت عن البرودكت ده للدكتور الزميل الصيدلي. ليه؟ لانك بتشركه معاك. هو المصريين كده يحبوا قوي ان هم ايه، احنا لما فاشركني معاك، قول لي ايه هو البرودكت، بيستخدم في ايه، جرعته ايه، لان ممكن افيدك بعد كده. هو ممكن زميل الصيدلي ده هو اللي يطلع البرودكت او تو سي، ودي حاجه مهمه جدا وما ناخدش بالنا منها. فلازم يعرف، بس هو لازم ياخد ثقه الاول طبعا عن طريق البرودكت يكتب في الروشتات. فلازم تعرفه بنفسك، انا فلان الفلاني شغال على كذا 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 كذا، والدواء الفلاني وكذا ومشابه لكذا. لو هو مثلا دواء لسه جديد مثلا بيشتغل على مكان دواء تاني مشابه لدواء كذا. لو انت جديد بقى اديله السؤال اللي هو البسيط جدا، مين من الدكاتره اللي ممكن يساعدني في الدواء ده. فهو الشهامه المصريه هيقول لك في فلان وفلان وفلان. ده لو هو ايه، لو دواء جديد وانت لسه جديد. لكن لو انت اكسبيرينس، فانت الدواء الفلاني بتاع الفلاني، طب ايه اكتر حاجه بتتكتب؟ واخد بالك. لو انت عارف الماركت ده، اقول له ده انا عارف ان طبعا الماركت ده عن طريق اي ام اس واي كيو في، ده انا عارف ان مثلا ممكن يكون كذا اللي بيتكتب. ممكن يقول لك او لا، يقول لك فعلا ده اللي بيتكتب. او ممكن البريك عندك بيتكتب فيها دواء تاني خالص، في زميل شاطر بيكتب البرودكت مش موجود في الاي ام اس ده، مش ظاهر في الاي ام اس. فلازم تعرف ايه هو البرودكت اللي بيتكتب. تمام كده، باسئله بسيطه. تمام. دي اول حاجه. ثانيا، تقول له ايه؟ اتشرف بمعرفه حضرتك. انا عايز اعرف الراجل ده ليه بقى. عشان اما اخش بعد كده تاني الصيدليه ما اقعدش ادور واقول له انا فلان الفلاني، لا، ده انا فلان الفلاني. ازاي حضرتك يا دكتور محمد، ازاي حضرتك يا دكتور عبد الله، ازاي حضرتك يا دكتور كذا. لما تندهه باسمه هيبتدي ينتبه معاك اكتر. ليه؟ لان هيحس ان انت، لا انت بتكلمني باسمي بقى، ده انت جاي لي انا بيرسونال. واخد بالك. فدي الميزه، دي النقطه المهمه جدا، لازم تكلمه باسمه وتعرف مين هو الكي بيرسون. الكي بيرسون بيبقى معروف جدا في الصيدليات الكبيره، بتلاقي شخص كده عمال يتنقل ما بين الكمبيوترات. تمام كده، هو اللي عمال يتنقل، هو اللي بيرجعوا له الناس، فده هو الكي بيرسون. بس في نقطه بقى مهمه جدا، لو انت دخلت الكي بيرسون مشغول وحد تاني كلمك، ما تقولوش لا انا مستني دكتور محمد. اوعى، دي فيتل. ليه؟ لان بعد كده لما تخش، لنفرض ان الدكتور محمد اتنقل من الصيدليه دي لو هي تشين، والدكتور ده بقى هو اللي ماسك الشيفت او كده، هو انت دخلت له يقول لك لا فين دكتور محمد، يقول لك دكتور محمد قاعد على القهوه بقى، روح له على القهوه لا مؤاخذه. فانت لازم تعامل الشخص ده، قلنا 3 ار: ريكوجنايز، ريسبكت، ريكوست، هيلب. فتقابل الشخص ده باحترام، ده انا فلان الفلاني وشغال على كذا 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 كذا. هيديك هو شويه انفورميشن لانه شاف، ممكن يكون شافك قبل كده بس ما عملش معاك. وبعد ما تخلص او انت عايز تكلم تقول له هو دكتور محمد فين صحيح، ده انا عايز اسلم عليه. فاقول لك ده موجود اهو، فتخش تسلم على الراجل وعايز تتكلم معاه. تمام. اسئله ما تبقاش كتيره قوي الا لو الدكتور الصيدلي وقاعد فاضي. لو فاضي اوكي، لو مش فاضي يبقى خلي اسئلتك كونسايز شويه. تمام.
فدي اول حاجه. عايز انت تعرف، طبعا لازم تعرف الدكتور الصيدلي عن البرودكت بتاعك لسبب في منتهى البساطه، ان هو ممكن يطلع او تو سي لما يشوف الكتب في روشتات كتير. الحاجه الثانيه ان انت بعد كده لما تتعرف عليه وتعرفه بالاسم وهو يعرفك بالاسم، لما تخش هو هيتبرع ان هو يقول لك البرودكت ده في علبه خرجت، ده في مش عارف ايه. طيب احنا بقى عشان شعرنا ابيض كده، هو كان قبل ما يخبوا الادويه في الادراج، عارف انت الصيدليات بقت ادراج كده مخبين الادويه جواها، واخد بالك، كانت على الرف، وفي صيدليات كتيره دلوقتي بنسبه 70% على الرف. احنا كنا بنخش نسال على برودكت، فالدكتور الصيدلي يبص على الصنف بتاعك، فانا ببص معاه. انت ممكن بعينيك لو شغال على 3 4 برودكت هتبتدي تعرف اماكنهم فين. ممكن من وانت واقف الثلاث اربع دقايق اللي فيها الدنيا زحمه عقبال ما الدنيا تفك، تكون انت شفت البرودكت بتاعك، لقيت فيه 5 علب، الله جميل، ده عندهم 5 علب، طلع منهم ولا لا؟ الزياره اللي فاتت كانوا 5 علب برضه. تعرف بقى يا اما هم طلعوا وجابوا غيرهم يبقى عسل، او ما طلعوش وهي قشطه والدنيا واقفه معاك يبقى عليهم تراب، فيبقى تعرف ان هم نفس ال5 علب ومعاك ربنا. تمام كده. فبتقدر بعينيك ان انت تبص على البرودكت وتعرف مكانه فين، عشان بعد كده ممكن تاخد الفيدباك بعينيك، فتبتدي الاسئله اللي عندك تقل. يعني لو هم كانوا 5 على الرف ودخلت بعديها باسبوعين لقيتهم 1، يبقى اذا في 4 طلعوا. مش محتاج بقى تقول له هم كام واحده طلعت، تمام كده، لانك لما تساله عليها لو هو جاب اوردر جديد يقول لك ده خلص وجبنا اوردر، يبقى انت عرفت ان ال5 طلعوا وادي 3 او ال4، يبقى دي 9 جنب الشيت طبعا اللي بيجي لك بتاع السيلز. فلازم تبقى ذكي في الجزئيات دي ولماح عشان تقلل الفتره اللي بتاخد فيها الفيدباك، لان اللي قصادك ده شخص بيرسونال برضه، عنده مشاعر واحاسيس وعنده شغل ودماغه تعبانه برضه ومخنوق زيك وطالع عين اهله برضه، فهي نفس الفكره. فلازم تبقى انت برضه ذكي في القصه دي. طيب افهم ازاي دماغ الدكتور من البرودكت؟ لا مؤاخذه، لو انت دخلت للدكتور الصيدلي وقلت له الدكتور فلان الفلاني هل بيكتب البرودكت بتاعي، فقال لك لا ما بيكتبوش، طب ايه اللي ممكن يكون بيكتبه؟ والله مثلا بيكتب كذا، فعرفت ان مثلا وليكن الدكتور ده بيكتب كاتيجوري معين او ماده فعاله معينه باسماء مختلفه، يبقى اذا الدكتور ده الماده الفعاله دي بيحبها، بس بيغير عشان الروشتات ما تبقاش اسطمبه واحده. فيبقى اذا انت لو الدكتور عندك ماده فعاله شبيهه بيه، يبقى مأموريتك سهل. لو ماده فعاله تانية غير دول، يبقى انت محتاج وقت شويه ان انت تقنعه بيها. تمام. طب لو قال لك الدكتور بيكتب دواء معين وما يغيروش، يبقى اذا الدكتور ده مقتنع بالدواء بقى ده، مش بالاكتيف انجريدينت، مقتنع بالدواء ده، دي نمره واحد، او بيحب الشركه دي، ماشي يخلوها ايه، بيحب الشركه دي. تمام كده. دي حاجه تانية. طب لو قال لك الدكتور ده روشتته بتتغير باستمرار، يبقى الدكتور ده ايه؟ يبقى الدكتور ده ايميابل، بيحب اللي يزوره، فكل ما تزوره تخش له من هنا يروح كاتب لك الروشته اللي بعدها ولا روشتتين اللي بعدها النهارده، ويدخل حد تاني يكتب له اللي بعده، وهكذا. بيحب ايه؟ يراضي كل الناس. فمن هنا بتقدر تفهم برضو الدكتور ودماغه ماشيه ازاي الى حد كبير. بتاخد انفورميشن، مش هي الفول انفورميشن، بس بيديك كشاف نور كده في العتمه. تمام. صباحكم بيضحك، احنا وصلنا ل 8 دقايق النهارده، معلش بعتذر، بس قصه الفيدباك دي مهمه. اعرف الدكتور اللي بتتعامله، الصيدلي اللي واقف اسمه ايه، اتعرف عليه، لو طلب منك بلوك نوت واقلام، لو طلب منك سامبل لابنه او ليه هو، مش حرام ولا عيب ولا مش عارف ايه، لا من حقهم، لان هم اتش سي بي زيهم زي الدكتور، وفي نفس الوقت دول بيكملوا السايكل بتاعتك اللي هي الدواء بيطلع من الشركه وهكذا يروح للموزع، من الموزع للصيدلي، من الصيدلي للبيشنت، فيقدر يقنع البيشنت لو الدواء ده تاني ناقص يقدر يقنعه بالدواء بتاعك او يطلع الدواء بتاعك او سي. فالدكتور الصيدلي ده مهم جدا جدا جدا. معرفته باسمه وتعرفه بشخصيته وتعرفه بان هو ككينونه كشخص وتعامله كشخص كده، هو انت غالي عليك، لا هيفيدك كتير جدا. صباحكم بيضحك، كل سنه وانتم طيبين، ومعلش انا اسف كان الفيديو طول شويه، ورب اشوفكم بخير كده على طول يا رب.